بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في الواقع القصة دي مهمة جدا، فاسمح لي بإني أعبر لك بحرية في القصة دي. كان يا مكان في قديم الزمان. قصتنا النهاردة تحت عنوان السطر الأخير من الكتاب. بطل القصة دي هو مالك. مالك كان بيحب يكتب كل حاجة في سطر واحد، كل التفاصيل وكل المشاعر، حتى لون الكلام كان بيكتبه. كان بيكتب في كل آخر سطر أنا بحب اللون الأحمر. صحابه كانوا بيشتكوا وبيقولوا له مالك، انت كاتب كل التفاصيل في سطر واحد، ازاي هنعدل على كل حاجة قدام؟ القصة دي بتمثل طريقة من طرق ال CSS، وهي طريقة الانلاين. الرسالة من القصة دي ان طريقة الانلاين صعب ان احنا نعدل عليها قدام لما المشروع يكبر ويتطور. طب ازاي بقى يا عسوي صعب ان احنا نعدل عليه، وازاي يعني صعب ان احنا ما نطوروش؟ تعال بقى نشرح طريقة الانلاين عشان نفهم ليه صعب. مبدئيا طريقة الانلاين هي تستخدم بخاصية اسمها الستايل، ودي بتتكتب في اي عنصر بشكل عام. مثلا في عنصر ال H1 هنكتب ستايل، خاصية ستايل. هو حتى بشكل تلقائي جايب لك الدبل كوت. في الفراغ اللي ما بين الدبل كوت ده بنكتب امر من اوامر ال CSS، وليكن عايزين نخلي لون الخط اللي ما بين ال H1. مثلا هنكتب انا بحب اللون الاحمر. طيب عايزين بقى يعني الخط المكتوب ده او الكلام المكتوب هنا يظهر في الموقع ذات نفسه باللون الاحمر. نعمل ايه؟ هندي امر لصفحة ال HTML بكود اسمه color عشان نظبط لون الخط. عايزين بقى نخلي لون الخط يبقى لونه احمر، يبقى نكتب red، يعني تشوف اللون بالانجليزي وتكتبه، وهكذا هتلاقي الامر شغال معاك عادي اهو في الموقع. طب يا عيسوي، هو ايه المشكلة دلوقتي في ان احنا صعب او يعني انت لسه قايل دلوقتي في القصة انه يعني صعب ان احنا نعدل عليه قدام؟ هتفهم ان شاء الله في اخر الفيديو ليه صعب ان احنا نعدل عليه قدام. تاني مكان في قديم الزمان، قصتنا التانية تحت عنوان البيت اللي في النص. بطلة القصة دي هي سارة. المهم يا صديقي، سارة دي كانت بتحب ترتب كل حاجة في البيت، فقررت ان هي تكتب قوانين لبس كل فرد في العيلة في ورقة واحدة جوه البيت. فلنفترض ان البيت اللي سارة كاتبة فيه القانون ده هو الملف ال HTML اللي احنا شغالين عليه ده اهو دلوقتي. زي ما انا حكيت لك في القصة ان انا قايل لك ان هي عايزة تكتب القوانين دي جوه البيت ذات نفسه. فجوه البيت ده هو نعتبره ان هو جوه ملف ال HTML اللي احنا شغالين عليه ده دلوقتي حالا. كتبت بقى قانون في جزء، يعني في الجزء اللي فوق من البيت. هو هنا كده مثلا كتبت تاج اسمها ستايل، وكتبت امر من اوامر ال HTML وهو H1. مثلا عايزين نكتب امر من اوامر ال HTML او ال CSS يا ربي، هو color وليكن لونه ازرق. نخلي لون الخط ده اهو لونه ازرق. تعال اوريك. بس تعالى نشرح واحدة واحدة طريقة الانترنال دي عبارة عن ايه. اولا لازم يعني نكتب تاج اسمها ستايل، ونكتب فيها امر من اوامر السي اس اس. بس المره دي بقى يعني هي طريقه مختلفه شويه، يعني مش هنكتب مثلا ستايل كده وبعد كده مثلا ايه الدبل كوتس، لا. المره دي بقى هنعمل ايه بقى في جوه تاج اسمها ستايل. اولا انا لو انا عايز يعني اخلي اللون ده لونه ايا يكن اللون ايه، فلنفترض عايزينه لونه احمر. طيب نعمل ايه بالظبط يا باشمهندس عشان نخلي اللون ده يبقى لونه احمر او ازرق ايا يكن؟
لازم يعني ننده او يعني ننادي على العنصر اللي الكلام اللي انا عايزه جواه. يعني فلنفترض ان الكلام ده احنا عايزينه يبقى لونه احمر، يبقى النادي على العنصر H1. هننادي عليه ازاي يا ترى؟ ازاي هنكتب H1؟ نكتب هنا H1 كأنك بقى بتنده على ال H1. يا H1 انا عايزك تكون لونك احمر. جميل جدا. طيب هل يا ترى لما نكتب بقى امر من اوامر ال CSS كده هيتفاعل؟ لا خالص. لازم نكتب حاجة اسمها كيرلي براكت جنب ال H1 عشان نكتب بقى ايه امر من اوامر ال CSS. هو حتى تلقائيا بيساعدني بان انا اكتب الاوامر ال CSS عشان لو انت ناسي بيفكرك. نكتب بقى color، خليها ازرق، لونه ازرق. كان يا مكان في قديم الزمان قصتنا الثالثة والأخيرة تحت عنوان القرية اللي ليها دستور واحد. بطل القصة دي يوسف. يوسف قرر انه يبني قرية كاملة وكل البيوت اللي في القرية دي تمشي على الدستور او القوانين اللي هيحطها يوسف في كتاب خارجي اسمه Index CSS، وهو الكتاب ده. القصة دي بتمثل طريقة من طرق ال CSS وهي طريقة الاكسترنال، وهي تعتبر نفس طريقة الانترنال بالظبط، بس الفرق الاكواد اللي كنت بتكتبها في تاج ستايل هتكتبها في ملف خارجي اسمه index CSS وهو ده. جميل جدا. يعني هننده على ال H1 ونكتب الكيرلي براكت color blue. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، ازاي يا باشمهندس؟ ازاي اللون ما ظهرش؟ يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، ازاي يا باشمهندس؟ ازاي اللون ما ظهرش؟ ما هو عشان يا حبيب قلبي انت ما ربطتش ما بين الملفين دول، ملف الاندكس HTML وملف CSS. طيب ازاي نربط ما بينهم يا باشمهندس؟ عن طريق تاج اسمها لينك، ثالث سطر. هنا مكتوب الريل والاتشرف. الريل اللي هو انت بتوضح او يعني جايه من كلمه ريليشن شيب، يعني اسم الربط او اللي هو ايه، يعني الربط ده عباره عن ايه، يعني ايه الملف اللي انت هتربط بيه. جميل، جميل جدا. او يعني نوع الملف ايه. جميل لحد كده. طيب هنا بقى الاتشرف اللي هو لينك الملف اللي انت هتربط بيه، اللي هو اسم اللينك ذات نفسه اللي هتربط بيه عشان الاكواد اللي انت نفذتها في الملف ده هو تظهر على طول في الموقع. طيب نكتب بقى اسم الملف اللي هو index CSS. تعال نشوف كده الموقع اهو بالظبط كده اللون اتنفذ. وبس كده يا شباب، انا كده خلاص خلصت. اتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب وتقولوا رايكم في التعليقات تحت، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم.